السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا نزل قبل الشفت كده ب5 دقايق اصور لكم فيديو سريع. اولا انا حابب اشكركم على الكومنتات الجميلة جدا اللي يا رب اكون انا استاهلها ويا رب اكون عند حسن ظنكم. تاني حاجة، الفيديوهات بتاعتنا دلوقتي بقت بتجيب 4 و5 آلاف مشاهد، بس التفاعل معاها ضعيف شوية والاشتراكات، فانا عايز كل واحد يشوف الفيديو ده اقل حاجة يعمل كومنت ولايك واشتراك عشان نكبر بسرعة. ده اولا. الموضوع الفيديو اللي انا هتكلم عليه ان ناس كتير بتنزل تشتغل طلبات، وفي معظم الناس يعني مش معظمها، نسبة كبيرة منها بتطلع تشتكي. طب هي طلبات وحشة؟ لا. طب العيب في مين، في طلبات ولا في اللي بيشتكي؟ انا هقول لك دلوقتي. بص، طلبات كشغل هي بتعتمد على الانتاجية. عملت جنيه هتاخده، عملت 1000 جنيه هتاخدها، عملت مليون جنيه هتاخدها. انت طول ما انت بتكسب اكتر فانت بتكسب الشركة اكتر. يعني انت عملت 40 اوردر في اليوم، انت ما خسرتش الشركة حاجة، انت كسبت الشركة 40 اوردر ناجح. فهي بتديك تمن، يعني ال 40 اوردر دول التوصيل. عملت في 100 في اليوم هتاخدهم، وعملت 1000 في اليوم هتاخدهم. فهي بتعتمد على الانتاجية. ففي ناس بتنزل اول اسبوعين 3 4 بتكون شركة حلوة وبتنتج وحماسة البدايات وبتعمل ارقام حلوه. بعد كده اول ما تمسك فلوس في ايديها وده عيب معظم الناس اللي انا اتعاملت معاهم بشكل من طلبات، تبتدي تريح، تشتغل يومين في الاسبوع، 3 ينزل الشيفت 8 ساعات يشتغل له 4 ساعات كده. فبيبدأ انت مصاريفك في الشارع طبيعي. هتنزل مثلا اقل حاجة هتاكل مرة مرتين في الشارع مع شاي مع قهوة، ولو كنت بتدخن فأقل من 8 ساعات هتبقى انت كده اللي بتجيبه بتصرفه، مش تمسك فلوس في ايدك. ودي المشكلة اللي كله بيعاني منها، يقولك انا ما بمسكش فلوس في ايدي. طب انت بتنتج، بتعمل كام اوردر في اليوم؟ بتشتغل قد ايه في اليوم؟ هتلاقي توتال الاسبوع كله بشغل يومين جد مثلا. شغل لو واحد بيشتغل جد الاسبوع بتاعه بشغل يومين جد، واحد بيشتغلهم جد، فطبيعي مش هتمسك فلوس. ده بند. تاني بند، بص انا عايزك تاخد طلبات دي للناس اللي متعلمين والناس اللي واخده طلبات شغل جنب شغلانه. يعني اللي واخدها شغلانه جنب شغلانه، او راجل عنده مهاره ثاني او معاه شهاده ومضطر انه يشتغل طلبات مؤقته. طلبات بالنسبه لك سلم مش طموح. انا واخدها سلم مش طموح، حتى وانا شغال فيها مشرف. هي سلم بالنسبه لي مش طموح. اول ما اوصل اللي انا عايزه خلاص مرحله وقفلتها وانتهت وركنتها على جنب. انا عايزك تتعامل. طب اللي طلبات دي ما قداموش شغلانه غيرها وبالنسبه له مصدر دخل اساسي وان شاء الله تبقى دايما ليه، ما دام رزق حلال ربنا يبارك لك فيه، مش عيب. بس انا بقول لو حد عنده مهاره تانية يعرف يفيد الناس بحاجه تانية، اولى ليه من انه يشتغل طلبات. طب انت دلوقتي مثلا هي دي مصدر رزقك الاساسي، مفيش شغل حلال عيب. عشان تبقى عارف، يعني ما دام انت بتاكلها بالحلال خلاص، ده انت راجل. بص، في الزمن ده اتحط فوق الراس. ولو حد معاه مكنة أو معاه عجلة وعايز ينزل طلبات، كلمني، رقمي في الكومنتات. في أي زون في مصر، بس شرط يكون معاك عجلة أو مكنة. في زونات إحنا مش شغالين فيها زي مثلا هنا الأقصر، الصعيد ده كله لسه ما فتحش. فمعانا ده مثلا إسماعيلية، زقازيق، منصورة، بورسعيد، وكل الزونات في القاهرة. فلو حد عايز ينزل يبعت. يومكم جميل، وربنا يرزقني يا رب ويرزقكم كل خير. وما تنسوش زي ما فكرتكم الكومنت، اشتراك، لايك. يلا سلام عليكم.